يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض ألذ مربى تفاح مثل ما شايفين، لون وشكل وطعم وبدون كلس. بسم الله نبدأ. عندي تفاح. هلا أفضل نوع لمربى التفاح هو التفاح الأصفر أو الأخضر. الأحمر ما كتير بينصحوا فيه عشان ما يفرط، بس أنا هذا اللي كان متوفر عندي تقريبا كيلين تفاح. غسلت التفاح منيح، نشفته وبلشت أقشره. بعد ما قشرته قطعته ل4 أقسام، كل قسم لقسمين. طبعا انتوا بتقدروا تقطعوه بأي شكل بتحبوه، بس أنا حبيت خلي القسم شوي كبير مشان يضل معي شكل التفاح مثل ما شفتوا القطعة بقطعتها أو الحبة مثل ما هي. هلأ بعد ما قطعت التفاح، كل ما قطعت قسم من التفاح بحطه بالوعاء الجانبي وبعصر فوقه ليمون كرمال حافظ على اللون وما يصير معي التفاح أسود. بعد ما خلصت الكمية اللي عندي طلعت مثل ما شايفين تقريبا 1.5 كيلو تفاح مقطع مقشر. هلأ طنجرة على النار، حطيت 650 جرام سكر، يعني ل700 جرام سكر بيتحمل معنا، وحطيت لهم 1.5 لتر مي وحركتهم لحد ما داب السكر معي تماما وبلش يغلي. لما غلي ضفت التفاح وبلشت كبسه مشان ينزل معي التفاح كله على المي على القطر ويبلش يغبو ويستوي. هلا هاي الغتاوة نحنا بنسميها او هي الرغوة، كل ما طلعت عندي لازم شيلها. لو ما شلتها التفاح يعمل معي مثل عتونة او عفونة بعدين. مشان اتخلص من هاي الزهرة، كل ما صار عندي بأي مرحلة، يعني طول ما التفاح على النار أنا لازم أشيل هاي الغطاء. وكل شوي بعمل هيك تغطيسة للتفاح بقلب القطر مشان الحبة اللي تكون فاشة على الوجه تنزل وتستوي وتاخد اللون. هلا مثل ما شايفين ما شاء الله بلش التفاح عندي تقريبا يستوي. أنا حاطته على نار هادية كتير، يعني حتى لو أخذ معنا شوية وقت بس هو على نار هادية كتير. هون التفاح تقريبا استوى 100%. حطيت له رشة حمض الليمون، 2-3 طفيت، وهاي كانت النتيجة. شوفوا لي شكله ما أحلى، ضلت كل حبة بحبتها مع قطر مع لون مع طعم كتير طيبة بدون أي إضافات. وصحة وألف هنا على قلبكم. بتمنى إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك والدعم لحتى نزل لكم أكتر وأكتر وحفيدكم. باي باي.